حسن حمدي يخرج عن صمته ويكشف السر وراء عدم حضور احتفالية الأهلي. وحمدي يوجه طلبا عاجلا لسيد عبد الحفيظ ويعلن عن موعد عودته للأهلي، ولكن في البداية عطروا فمكم بالصلاة والسلام على رسولنا الكريم. ولو أنت من عشاق قهوة الأهلوية اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. بعد الاحتفالية الاستثنائية للنادي الأهلي وغاب عن الحفل الكبير التوأم حسام حسن وابراهيم حسن والسيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي وحسن حمدي الرئيس التاريخي للنادي الأهلي. لكن كشفت صحيفة الراية القطرية عن سر غياب حسن حمدي عن احتفالية الأهلي، وقالت الصحيفة أن هناك خلاف كبير بين الخطيب وحسن حمدي. النقطة الأولى بسبب صفقة إمام عاشور، واعتبرها حسن حمدي أن يتعاقد النادي الأهلي مع لاعب سب رموز النادي الأهلي. وقالت الصحيفة أن حسن حمدي يعتبر التعاقد مع إمام عاشور كارثة في حق النادي الأهلي، وسيعطي فرصة كبيرة للاعبين المتواجدين في النادي الأهلي التطاول على النادي الأهلي ورموزه. وانتقد حسن حمدي الطريقة التي رحل بها سيد عبد الحفيظ، وقال حسن حمدي سيد عبد الحفيظ هو سبب تواجد محمود الخطيب ومجلس إدارته في النادي الأهلي حتى الآن بسبب البطولات الكثيرة التي جلبها سيد عبد الحفيظ لخزينة النادي. والسيد عبد الحفيظ يحارب داخل النادي الأهلي منذ 3 سنوات من شوية عيال لا يقدرون قيمة مدير الكرة بالنادي الأهلي وقيمة تاريخه كلاعب بالنادي الأهلي ومدير كرة. وكشفت الصحيفة أن حسن حمدي سيدخل بقائمة ضد محمود الخطيب، وعلى رأسها سيد عبد الحفيظ نائب له، لتصحيح مسار النادي الأهلي الصحيح وإحياء مبادئ وأخلاق النادي الأهلي. وفي النهاية لو أنت عاشق ومحب للنادي الأهلي اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد.